عمرك فكرتي علاش أفضل الأفكار والأهداف ديالك يموتوا في أول 5 ثواني قبل ما تطبقهم؟ المشكلة ماشي فيك انت، المشكلة هي أن عقلك فيه قاتل محترف كيتسمى الكونفورت زون أو منطقة الراحة. في كل مرة كتبغي تبدل حياتك عقلك كتشعل فيه الألارم وكيتدخل بسرعة باش يحميك من التغيير، ولكن في الحقيقة هو كيخرج عليك. واليوم غنعطيك الحل اللي غيخليك تخرج من هذا الفخ، اللي هو قاعدة ال5 ثواني. علماء الأعصاب نيرو ساينتست اكتشفوا أن عندك نافذة زمنية ضيقة بزاف ما بين الفكرة. فاش ما كتحركش وكيجيك التردد في أول 5 ثواني فاش كتجيك الفكرة، كتخلي المجال لعقلك يغلب عليك ويعطيك بزاف الأعذار باش ما ديرهاش، وكتبقى في بلاصتك يبدا يغني عليك عقلك. الجو بارد، أنا عيان، ماشي دابا حتى الغدا. هذا السلوك يتسمى ريزيستانس بسيكولوجيكال أو المقاومة النفسية، حيتاش هو بكل بساطة عقلك مبرمج باش يخليك آمن، ماشي باش يخليك ناجح. وصفها الكاتبة ميلا روبنز كانت في أسوأ فترة في حياتها، ديون، مشاكل عائلية، اكتئاب. واحد الليلة شافت إعلان لإطلاق صاروخ فضائي. لحظات داك العد التنازلي للصاروخ قبل ما ينطلق لكي يبدا أكسيا من 5 4 3 2 1. الصباح اللي موراه ملي سمعت المنبه دارت نفس الحاجة، حسبات بالعكس من 5 ل1 ونقزات من الفراش بحال الصاروخ. هاد الحركة البسيطة عطلات واحد المنطقة عندنا في الدماغ تسمى البريفرونتال كورتكس، وهي المنطقة المسؤولة عن التردد والخوف. واش ترشح هاد القاعدة أسلوب حياة طبقها في هاد المجالات اللي غنعطيك؟ أول حاجة، ملي تكون كتضيع الوقت في الإنتاجية ديالك باش تكون خدام على شي حاجة مهمة، حسب بين 5 4 3 2 1 وحط التليفون وحبس سكرولينغ وبدا الخدمة. ثاني حاجة، طبقها على صحتك. فاش يوصل وقت الوقيمة ديالك ما تفاوضش مع عقلك، زاب عليه قبل ما يزاب عليك، حسب من 5 ل1 وسير تريني. ثالث حاجة، الشجاعة أو بالدارجة ديالنا الزعامة. إلا كنتي في شي اجتماع وخفتي تهضر ولا وسط شي مجمع، حسب من 5 ل1 وهز يدك وتكلم في البلاصة. إلا وصلتي حتى لهنا في الفيديو غنزيدك واحد المعلومة هدية من عندي. غض بالك من واحد الفخ، إلا حسبتي تصاعديا من 1 حتى 5 عقلك غيكمل في العد والمماطلة. السر هنا هو العد التنازلي ماشي التصاعدي، لأنه يقطع التفكير الزائد ويدفعك للأكشن في البلاصة. لأن المخ ديالنا هي بحال شي درع صغير، خاصك تعرف كيفاش تلعب معاه وتقولبو. حياتك هي مجموع القرارات اللي كتاخدها في 5 ثواني الأولى. فاش كتجيك الفكرة أنا كنتحداك أي حاجة كنتي مأجلها ديرها دابا وطبق هادشي اللي قلت ليك. إلا وصلتي حتى لهنا اكتب 5 تعليقات لإعلانك دخول معنا في التحدي، وبارطاجي الفيديو اللي كيعاني من التسويف. أنا معكم، ما ينساش بالدارجة. تهلاو.